كابتن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد النيله اللي شفناها امبارح في ماتش موزمبيق حس ان احنا كجمهور وكشعب مصري متضايقين، فقال يخفف علينا ويروق علينا وادانا حته كوميديه جامده جدا في المؤتمر الصحفي. قال لك ايه بقى الكابتن فيتوريا؟ موزمبيق انا احب كل الموزمبيين. قال لك احنا النهارده كنا بنلعب موزمبيق وهي في يومها وفي احسن حالاتها، مش شرط الفرق اللي جايه لما نلعبها تكون في احسن حالاتها، يعني في ماتش غانا ممكن نلعب غانا وهي مش في يومها ومش في احسن حالاتها. طب وبالنسبه لحالتنا احنا يا اسطى ظروفها معاك ايه؟ احنا هنبقى في احسن حالاتنا في البطوله دي ولا نلف وشنا ونرجع بدري بدري؟ اهلا يا عم. السلام عليكم حبايبي واخواتي جمهور القهوة، يا رب تكونوا بخير ويا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. بخنقة وكآبة الدنيا جاي لكم النهارده بصراحة عشان نتكلم عن وكسة وخيبة امبارح للمنتخب قدام موزمبيق. كل واحد يجيب الآلة الحاسبة بتاعته عشان نخش في الموضوع ونتكلم عن البلاوي اللي فيتوريا لبسنا فيها امبارح. بس قبل ما نتكلم عاوزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتدعم اخوك باللايك لان اخوك جادد وجايب اخره، وتشترك معايا في القناة عشان نتفرج مع بعض على بطولة افريقيا اللي احنا مش عارفين هي هتودينا فين. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. قبل ما نتكلم عن وكسة امبارح في حاجة مهمة تكملة للوكسة لازم تبقى عارفها. غانا اللي احنا هنلعبها الماتش الجاي اتغلبت امبارح من الراس الاخضر 2-1، اتغلبت من كاب فيردي 2-1. وبيقول لك في مشجع غاني زنق مدرب غانا في الفندق ونزل فيه عزق لحد ما البوليس جه شاله وحجزه. يعني منتخب غانا بالمدير الفني بتاعه بجمهور وشعب غانا كله عامل حسابه انه لازم يكسب الماتش الجاي معانا علشان يبقى عنده امل في الصعود للبطوله. عارف يعني ايه غانا تكسبنا ولا مش عارف؟ هقول لك في اخر الفيديو. يعني مبدئيا عشان نتكلم عن اللي نيله روي فيتوريا امبارح هناخده واحده واحده ونبتدي من التشكيل، وبعد كده نشوف عملنا ايه اول ما دخلنا الماتش والشوط الاول، وبعد كده عملنا ايه في الشوط الثاني، وفي الاخر نحكي ونقول اللي المفروض نعمله الماتش الجاي مع غانا. روي فيتوريا اللي ماسك منتخب مصر بقاله اكتر من سنه، يمكن داخل في السنه ونص اهوت، من ساعة ما جه المنتخب وهو بيلعب بطريقة 4-3-3. هوب فجأة امبارح قرر يعمل مفاجأة للخصم ويلعب ب4-2-3-1. الحقيقة ان المفاجأة الحلوة بتاعته دي ما لبسهاش الخصم، لا ده احنا اللي لبسناها. موزمبيق ما اتفاجئتش لان موزمبيق نازلة ناوية تلعب بتشكيلة معينة ومش في دماغها بقى انت هتلعب بايه، وهي عاملة حسابها جاية تشيل اللي تشيله وتروح. انما اللي اتفاجئ مين؟ اللي اتفاجئ اللعيبة في الملعب بالدرجة الأولى والجمهور اللي بيتفرج. أنا عايز أفهم أنت شفت مين في الدنيا بيلعب صلاح رقم 10 صانع لعب؟ مين في الدنيا عملها قدامك فعجبتك قررت تنفذها؟ صلاح في المقاولين جناح، بازل جناح، تشيلسي جناح، روما جناح، ليفربول جناح، في البيت لما بيلعب مع مكة وكيان بيلعب جناح برضه. بأمارة ايه انت تلعبه رقم 10 وتحرمنا من سرعاته وانطلاقاته؟ انا مش فاهم. الحاجة التانية المهمة هي محمد النني. انا بحب محمد النني جدا على المستوى الشخصي والانساني، فعلا من البني ادمين المحترمين القليلين في مواقفه في ارائه في اخلاقه، حاجه مثال محترم بصراحه ويحتذى به. بس انا عايز اتكلم عن محمد النني في الملعب. محمد النني في الملعب مبدئيا بقاله بتاع 3 سنين ما لعبش فيهم 90 دقيقه على بعض مع ارسنال، فانت واخده تلعبه اساسي بأمارة ايه؟ انت عايز تاخده يا عم وتكرمه، خده وقعده جنبك على الدكه يا سيدي. هو الراجل دلوقتي في ارسنال بيدرب الاكاديميه بتاعه الناشئين، خليه يدرب معاك الولاد. يبقى محمد النني ده شغلته يسخن اللعيبه يبرد اللعيبه، انما في الملعب ويحتك بلعيبه افارقه ويجري ويشتغل ديفندر وهو اللي يقطع لك الكور وهو اللي يشتغل قشاش ويلم من ورا اللعيبه، ما بيقدرش. بأمارة تلعبه محمد النني هو بيلعب ديفندر طول الوقت، الباكين اللي عندك عريانين ملط واقفين لوحدهم في كل كوره، اي موقف 1 على 1 الباك واقف لوحده وعليه 2 لعيبه من موزمبيق. طب فين الديفندر اللي بيغطي مع الباك؟ مفيش. مش عارفين محمد النني فين. ما انت عندك مروان عطيه جاهز، كان واحد من احسن لعيبه الاهلي في كاس العالم للانديه، خد احسن لعيب في ماتش الاهلي واتحاد جده. الراجل واقف على رجله وهيديك في الملعب، ما لعبتوش ليه؟ مروان عطيه كخ يا عم، امشي يا مروان، ما تلعبش مروان، نزل يا عم حمدي فتحي فندر وهو هيقدر يقوم بالدور ده حلو، ولعب امام عاشور او حتى تبقى ماسك كوره وبتهاجم. انما ايه اللي انت عملته في التشكيل ده؟ انا مش عارف. خلصنا من التشكيل ودخلنا الماتش. في اول دقيقه ربنا كرمك بكره عرضيه لمصطفى محمد، الراجل استلم في قلب المنطقه ولف وش وشاط جول
جميل. جول من ريحه المهاجمين التاريخيين بتوع مصر، عماد متعب وحسام حسن ومحمد زيدان، حاجه في منتهى الحلاوه، مفيش بعد كده. وهو ده اللي احنا عايزينه في ماتش زي ده مع فرقه سهله. اضغط بقى واكبس واخلي الجون ده 5 تجوان في اول نص ساعه. لا والله احنا جبنا جون، معلش انا اسف، احنا بنجيب جول وندافع. ليه يا عم فيتوري؟ لا احنا لازم ندافع. موزمبيق ما موزمبيقش انا ماليش دعوه، انا طالما اتقدمت بجول اقفل بقى ورا وادافع، ده الشغل بتاعي. عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم هاتوا صنايعي غيري. انت المفروض يجي صنايعي غيرك، انت اقل صنايعي مش مدير فني هيعرف قيمه منتخب مصر ويلعب منتخب مصر اللعب اللي المفروض تلعبه، مش اللي انت بتعمله خالص. طبعا يا عم فيتوريا انت هتدافع، ورينا بقى الدفاع. انا عايز اشوف فرقه مقفله ورا ومفيش كور بتعدي. لا والله ده اي حد عايز يعدي عادي. لعيبه موزمبيق بس تشد حيلها كده وان شاء الله هتتعادل. انا مش عارف هم مش مركزين ليه، المفروض يركزوا عشان يتعادلوا معانا. نص ملعب بطيء ما بيضغطش بجنيه على الخصم ويقطع منه الكرة بدري، باكين وهميين حرفيا مش موجودين، ان كان محمد حمدي ولا محمد هاني. محمد هاني ده كده مش موجود. انا مش عارف ما لعبش عمر كمال امبارح ازاي. موزمبيق كانت خطيره عليك وعملت خطوره عليك في اكتر من كوره وانت واقف تتفرج، وانا برضو مش فاهم ازاي. هتجنن. انا مش عارف، انا امبارح قاعد مش عارف انا بلعب موزمبيق ولا بلعب البرازيل. مش عشان هم بيلعبوا حلو، عشان احنا مدينهم فرص، احنا بنوزع هدايا. ربنا سترها معاك والشوط الاول خلص وانت كسبان 1-0. الم نفسي بقى، عندي اخطاء اشوفها المها. محمد النني مش قادر يا باشا، اطلع وانزل بمروان عطيه وقفل يا عم زي ما انت عايز تقفل، بس وريني تقفيل، قفل فعلا. انما لا والله احنا القرف اللي ابتدينا بيه مكملين بيه، وكانت نتيجه ان احنا مكملين بيه. كره عرضيه محمد هاني واقف بيحلق على الباك مش راضي يضغط عليه عشان يقطع منه، والولا المهاجم ناطط في منطقه الجزاء ولا اللي ناطط في بسين في الهوا يابا. الدنيا فاضيه والدنيا حلوه. لا عبد المنعم ضاغط عليه ولا احمد حجازي ضاغط عليه، الواد نط وحطها على الرايق قوي بدماغه. صباح الفل. شويه وكره مضروبين بيها من نص الملعب، الولا انفراد من نص الملعب ورايح على الجول، وحط يا باشا وبراحتك. الشناوي طبعا لا يسأل على الجونين، الشناوي لا حول له ولا قوه. هوب في 3 دقايق موزمبيق كلفتتك وبقت النتيجه 2-1 ليها. موزمبيق كلفتتك، انا بقول كلام اقسم بالله لساني مش بلعه. انا مش عارف انا بتكلم عن موزمبيق، انا مش عارف لما بنتكلم كده عن موزمبيق امال هنتكلم نقول ايه في ماتشات المغرب، في ماتشات نيجيريا، في ماتشات الجزائر. انا هتجنن. بس انت لسه معاك نص ساعه، يعني تقدر بقى تحرك نفسك وتغير القرف اللي انت بتعمله ده وتبتدي تلعب وتضغط عشان تكسب. وهنا الصراحه بقى اللوم بدا ما يبقاش على المدير الفني بس، اللوم بدا كمان يبقى على اللعيبه. انت شايف ان المدير الفني بيعمل عبط، والماتش مش مستاهل، الماتش مش محتاج مدير فني. لو علاء عبعال بره كان ممكن نكسب الماتش ده. الماتش مش محتاج تعليمات من مدير فني اجنبي، يعني مش محتاج خبره وخطه وهوبا هي، لا الماتش اي لعيب يخلصه، مش اللعيبه اللي معانا كمان، لا اي لعيب صغير ممكن يخلصه. لا الكابتن اكتشف ان المفروض عمر كمال ينزل بقى عشان نهاجم، والمفروض امام عاشور ينزل عشان نهاجم، فنزل امام عاشور مكان النني ونزل عمر كمال مكان هاني. والحقيقه ان اللعيبه هنا بقى بدات تتوه، اللعيبه بقى بدات تخاف من اللي الجماهير هتعمله فيه. قال لك يا نهار اسود ده الجماهير هتشلوحنا، انتوا تستحقوا الشلوحه بصراحه. فضلنا بقى قاعدين ماسكين الكوره وقاعدين بنعمل اي حاجه حرفيا. مفيش اي تركيز، مفيش اي جمل، مفيش اي طريقه معينه في دماغك انت بتحاول توصل بيها للجول، مفيش. شويه ونزل عمر مرموش وكوكا، وابتديت بقى ترمي الكور من ورا لقدام للجماعه الطوال اللي عندك عشان يعملوا اي حاجه، وبرضه مفيش. لكن احقاقا للحق الوحيد اللي بره الحسبه دي خالص من اول الماتش لاخره وهم مصطفى محمد ومحمد الشناوي. محمد الشناوي لا يسأل عن الجونين اللي دخلوا فيه لان في عبط بيحصل قدامه، ومصطفى محمد كان اكتر لعيب انا شايف ان هو بيحاول يأدي وبيحاول يعمل اللي عليه في الماتش، وفعلا قدر يجيب جول وقدر ياخد ضربه جزاء. محمد صلاح بالنسبه لي الماتش ده بره التقييم وما اقدرش اتكلم عنه لانه ما كانش بيلعب في مركزه، بس انا شايف ان لعيب زي محمد صلاح هو المفروض انه كابتن الفرقه، المفروض يكون بيفوق اللعيبه، مش الجون بيدخل فينا هو بيزعل زينا. يعني مش معقول يا كابتن صلاح، يعني انت زعلان جدا، ده انت بتحب مصر جدا، احنا عارفين ده، بس عايزينك توصله للعيبه، عايزينك تقول لهم كده في الملعب يا اولاد ميتين كذا وكذا، اللي بتعملوه ده ما يصحش، احنا مش فرقه صغيره. فصلاح دوره في الملعب ما اقدرش احكم عليه لانه ما كانش بيلعب في مركزه، انما دوره ككابتن كان عليه علامات استفهام كتير، لان موضوع شرط الكابتنه ده كان عليه خناقات كتير قبل كده. فاحنا عايزين نشوف دور للكابتن ده، الكابتن ابو شاره
غير الصور يعني، وغير انه ينزل اول واحد في المنتخب. عايزين نشوف ادوار تانية، عايزين نشوف حركة في الملعب، عايزين لما نشوف المدرب بيعك اتكلم معاه. يا سيدي هيقولوا منتخب صلاح، يقولوا منتخب صلاح، انا مش مشكلة. انا مهم بالنسبة لي في الاخر المنتخب يكسب. منتخب صلاح بقى منتخب عبد السميع، انا مهم بالنسبة لي البطولة. في الاخر بعد عناء وعذاب ربنا كرمنا بضربة جزاء، وقدر محمد صلاح يحط التعادل، والدنيا اتسطرت بنقطة. لان لو كان الموضوع خلص بهزيمة في فضيحة كانت هتبقى تقيلة قوي قوي قوي. لكن ان كانت اتسطرت في اللي فات، فاللي جاي ما فيهوش سلامات. غانا ما عندهاش اي حلول غير ان هي تكسبك، لازم تكسبك عشان تفضل موجوده في البطوله. وانت كمان لازم تكسب غانا، لان ماتش كاب فيردي هيبقى ماتش صعب مش سهل. حتى لو كاب فيردي كسبت موزمبيق هتلعب معاك ماتش جامد، وهتلعب معاك ساعتها ماتش على اللي يوصل ويبقى اول مجموعه. فانت لازم تكسب غانا، ما فيهاش حلول تاني، ما فيهاش تعادل حتى. انا مش عارف ليه لازم دايما نزنق نفسنا، مش عارف ليه لازم نبقى قاعدين بالآلة الحاسبة، لازم ناكلها مطينة ومطربة. لو كنا كسبنا الماتش ده كان هيسهل معانا كتير الماتشات الجاية، كان هيريحنا فنيا ومعنويا قدام غانا وقدام الراس الاخضر. انما لا، احنا ضيعنا على نفسنا نقطتين. الماتش ده هيمرمطونا بعد كده باقي البطوله. اتمنى ان الكابتن روي فيتوريا يلحق نفسه ويلحق المنتخب ويرجع عن العك اللي بيعكه ده، ونبتدي نشوف منتخب بيلعب كرة لقدام، ومنتخب بيبتدي يضغط ضغط عالي زي ما كان كارلوس كيروش بيعمل معانا. اتمنى اللعيبه تكون رجاله شويه وما تستناش تعليمات من مدير فني، وتعمل هي الصح في الملعب، لان هي مش لعيبه صغيره. واتمنى كمان في نهايه الفيديو ان انا اشوفك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان نشوف ايه اللي هيحصل في بطوله افريقيا، سواء مع المنتخب او مع اي فرق تانية غير المنتخب. بكره ان شاء الله هيكون في فيديو عن برشلونه وعن تشافي رايح بينا لحد فين، وتشافي هيكمل معانا ولا لا. وبصراحه الخوازيق بقت عماله تطلع لواحد من كل ناحيه كده زي الخناجر، على راي بهجت صابر. ما تنساش يا حبيب اخوك تدعم اخوك باللايك والشير، واشوفك بخير.